ازاي نعرف ان احنا وعينا ذات وان احنا ماشيين في طريق الصح؟ اول حاجة بنبطل نتكلم كتير، بنبقى مستمعين ومتفرجين اكتر للاشخاص والاحداث اللي بتحصل حوالينا، ولو حد فهمنا غلط او اتهمنا بحاجة ما بيبقاش عندنا اصرار ان احنا نوضح نفسنا او نبرر نفسنا، ما بيفرقش معانا رأي الناس فينا ايه، ومش محتاجين نثبت اي حاجة ولا نثبت ان احنا صح، بنفضل ماشيين في طريقنا وما بيفرقش معانا بندخل من الودن دي ونخرج من الودن التانية. تاني حاجة بقى، مهما كانت الظروف اللي احنا بنعدي بيها صعبة بنحمد ربنا وبنشكره، وبنقدر نشوف نعم ربنا علينا والحاجات الحلوة في حياتنا في وسط الحاجات الكتير السيئة اللي احنا بنعدي بيها، وبنقرب بقى من ربنا جدا، بتبقى عندنا علاقة خاصة كده ما بيننا وما بين ربنا. يعني نزعل نروح نشتكي لربنا، يقولوا شكوى لغير الله مذلة، نفرح نروح نحتفل مع ربنا، في تواصل مباشر كده طول الوقت ما بيننا وما بينه، ما بيتقطعش ابدا. بنعرف نوصل المعلومة والكلام اللي احنا عايزين نقوله بأقل كلام ممكن، بيبقى عندنا مبدأ خير الكلام ما قل ودل، ولو شفنا حاجة وما عجبتناش مش بنسكت، بنعرف ازاي نعبر عن رأينا على طول بطريقة صح ومختصرة وفيها المفيد، وبنعرف كويس قوي نتحكم في مشاعرنا، ما بنسيبش حد يأثر على مشاعرنا او يخلينا نخرج عن السيطرة. بنبتدي بقى نرتب حياتنا، بنرتب أولوياتنا، أحلامنا، حتى الأشخاص اللي موجودين في حياتنا بنعيد ترتيبهم من تاني، مين اللي يستاهل يتحط في المكان الصح ومين ما يستاهلش، وبنتخلص تماما من الشخصيات السامة او الناس اللي بتجيب لنا اي طاقة سلبية. اول ما بنشوف اي نوع من انواع الدراما او القيل والقال او الهري بنجري على طول، بندور وشنا وما بنشتركش في الحاجات دي اصلا، ما عندناش وقت نضيعه، بالعكس بنبتدي بقى نستهلك طاقتنا ووقتنا في الحاجات المفيدة بس، والحاجات اللي تريحنا وتحقق لنا احلامنا وطموحاتنا. ما بقيناش نتضايق من الوحدة ان احنا نبقى لوحدنا، بالعكس بنحس براحة نفسية رهيبة مع نفسنا، ونبتدي بقى نحس بالهدوء والتأمل، بنبقى بنحب الطبيعة قوي، وفي اتصال بيننا كده وبين الكون من حوالينا، بنحس بكل الحاجات الجميلة اللي موجودة حوالينا رغم كل الحاجات السيئة اللي احنا بنشوفها، وبنبتدي نحب نفسنا بخيرها وشرها، ونبتدي نقبل الناس على عيوبهم مهما كانت اختلافاتنا عنهم، سواء كانت اختلافات دينية او عرقية او فكرية او حتى اختلافات في الرأي. بيبقى في سلام داخلي كده، وبنبقى شايفين ان الكمال لله وحده. بيتفعل عندنا بقى حاجة اسمها الحاسة السادسة، بيكون عندنا بصيرة، بنبتدي نحس بكل حاجة حوالينا، مين الأشخاص اللي بيحبونا، مين الأشخاص اللي بيكرهونا، بنبتدي حتى نحس بالطاقات السلبية والإيجابية سواء في الأشخاص أو في الأماكن اللي بندخلها. بيبقى عندنا حاجة اسمها الحدث، وبيكون حدثنا عالي جدا، وبنصدق الحدث بتاعنا ومش بنشكك فيه أبدا، وفعلا في الآخر بيطلع الحدث بتاعنا صح. بنقدر نعرف نوايا الناس اللي حوالينا، بنحب نقدم المساعدة للناس اللي حوالينا بدون مقابل، ما بنبقاش مستنيين حاجة من حد، احنا بنعمل كده او بنقدم المساعدة لوجه الله علشان نكون راضيين عن نفسنا وعشان ربنا يكون راضي عنا. السعادة بتاعتنا ما بتتوقفش على اشخاص او احداث، السعادة بتاعتنا بتكون داخلية جوانا، احنا بتكون نابعة من جوانا، ومهما فشلنا او وقعنا بنقدر ان احنا نقوم من تاني ونكمل ونحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة، مش بنيأس ابدا. بنهتم بنفسنا وصحتنا وجمالنا، ناكل اكل صحي، نلعب رياضة، وبندلع نفسنا بنفسنا، مش بنستنى حد يدلعنا. لو انتوا وصلتوا للحالة دي يبقى انتوا وصلتوا لدرجات عالية جدا من الوعي، وبقى عندكم سلام داخلي كبير جدا جواكم. الدرجة العالية من الوعي بتحقق لنا الحكمة، بنكون اشخاص حكماء وعندنا نضج كبير. بتمنى لكم كلكم الخير. كان معاكم غدا يسري، اشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.